حواليك تجيبه ورا فرقتك، يبقى احتياج شديد لحسام في الوقت ده، فده خلى هو ده وقت حسام يعني. كابتن حسام طبعا. انت اكثر متحمسين لحسام، لكن كنت اكثر متحمسين لهنري ميشيل ايضا. والله بص يا كابتن، انا كنت من اكثر متحمسين لحسام من زمان بس يعني ساعتها كان اقاويل كتير يعني كان زي ما بقول لحضرتك مش وقت حسام كان في ساعتها. لكن ميشيل يعني استضاف سوء حظ غريب. ماتشات اللي هو خسرها ما كانش وحش فيها، بس اللي هو اللي بتروح جون فيها عدم توفيق للعيبه. يعني يمكن هو برضه ما عرفش يتعامل مع اللعيبه نفسيا، ما عرفش يطلع منهم الحاجات اللي هم موجوده. هو نفس اللعيبه اللي موجوده، بس دلوقتي الناس بتكسب والماشيه كويس الدنيا، وهم كانوا ساعتها مش شايفين قدامهم. لكن الواحد يعني الاختيارات دي بالذات يا كابتن في الكوره زي ما بتختار لعيب كوره، ممكن يبقى لعيب مكسر الدنيا في فرقه يجي عندك ما يبقاش كويس، ونفس الحال يبقى واحد عادي يجي عندك يكسر الدنيا. فانت بتاخد بالشخصيه بالكاركتر بتاعه، بان هو تحس انه هيعمل حاجه ولا لا. وده اللي شفناه مع هنري، مع دي كاستال، مش احنا جبنا دي كاستال مع هنري ومع حسام يعني. ما مش ندمان على رحيل دي كاستال؟ ندمان. غلط بالنسبه، انا شايف ان هو كان غلط ان احنا مشينا دي كاستال في الوقت ده. ممكن كان نستنى شويه، بس الطموح اللي كان فيه في نادي الزمالك في اول الموسم، فوز بالبطوله وجمهوره والدنيا اللي كانت وراك والاعلام اللي بيقول الزمالك بيكسب بطوله دوري، خلينا نستعجلنا، وده غلط. انا شفت انه فعلا كنا استعجلنا شويه. دفعتوا لهنري فلوسه الشرط الجزائي؟ هو هياخد على مراحل يعني، راجل متقبل يعني على 5-6 شهور. وليه كام؟ ليه 4 شهور؟ شهرين؟ لا شهرين. احنا كان لينا 4 شهور. كنا عاملين العكس المره دي عشان الحركه اللي عملها. كام كان راتبه؟ كام بقى ممكن نقدر نصرح دلوقتي؟ والله كانت الماديات انا معلش يعني ما بتعاملش في الماديات. بعض بيقول 35,000 يورو، 30 مثلا حاجه كده. واحد من جيب ممدوح عباس ولا من النادي، من خزانه النادي؟ هنشوف يعني. هتشوفوا. خلصتوا موضوع ابراهيم حسن؟ كابتن ابراهيم يعني عايز اتكلم في الموضوع ده كويس. انا فتحته. كابتن ابراهيم راجل مهم، راجل هيبقى موجود ان شاء الله لو في نصيب. مش قرار حازم يعني، قرار مجلس ان ده كابتن حسام حسن هو عايز يبقى موجود. انت بتتكلم امبارح جلسه مجلس اداره، فاكيد الموضوع لا يعني الموضوع ما استثارش ان عندك كابتن ابراهيم مشكلته بس الموضوع الايقاف. ونادي الزمالك مش عايز يعين حد غير لما يكون ما فيش ايقاف عليه، عشان ما حدش يرجع عليه باي حاجه. لكن يعني حتى من غير ما يبقى في قرار، كابتن ابراهيم متواجد في النادي ومتواجد مع الفرقه، وراجل ما سافرش اسيوط امبارح. ما سافر، هو في دبي. هو ما سافرش زعلان؟ مش هو عايز يبقى في النادي. راجل انا بحب فيه ان هو عايز يبقى متواجد، راجل يعني من قلبه بيعمل حاجه. وانا شايف الموضوع مساله وقت ان شاء الله يعني. طب يعني اذا اتحاد الكره لم يوفق في رفع العقوبه عنه هتعملوا ايه؟ بص يا كابتن، انا رايي الشخصي كحازم ان اي حد عشان ينجح لازم يجيب ادواته كلها عشان ينجح. كابتن حسام طالب طارق سليمان، كان اصر بطارق سليمان وكابتن ابراهيم حسن، واحنا عايزين ننجح الزمالك. ده انا رايي حازم. فانا شايف ان يعني عشان اقدر احاسب كابتن حسام واقدر اخد منه اللي هو عايزه يبقى كويس، لازم يبقى مستريح من كل النواحي اداريا وفنيا. فانا شايف ان هو راجل حسام عايز ابراهيم في حاجه معينه، فاحنا عايزين ننجح في الزمالك. مش يعني انا مش شرط مين اللي ينجحني، المهم انجح في الوقت اللي احنا فيه ده. يعني احنا ممكن لو ان شاء الله ربنا كرمنا الماتش بتاع يوم الاحد، ولو الحرس اتعاد ولا حاجه وكسبنا الماتش، هيبقى 24 نقطه. 24 نقطه يعني انت في الرابع يا كابتن ولا الخامس، يعني انت مش بعيد قوي. يعني انا فوجئت بصراحه ان احنا رغم النقاط دي كلها، انت لو كسبت الماتشين تبقى 24 نقطه. لقيت ان يعني فرق يعني هيبقى انت في الرابع. يعني الخامس 24 نقطه اللي هو طلائع الجيش. فمش بعيد الموضوع يعني، وممكن تلعب في كاس مصر وتاخد كاس يعني الدنيا تبقى تتغير ان شاء الله يعني. إذا أول خبر نقدر نؤكده إنه إبراهيم حسن قادم لا أنا بقول لك قادم إلى الزمالك يعني. لا ده قرار مجلس إدارة مش قرار حسن إمام. اتجاه داخل المجلس بالموافقة. بنتكلم لسه يعني احنا لا هي يعني أقول لك حاجة، وجهة نظر المجلس. المجلس عايز ينجح النادي وعايز ينجح حسام، وعارفين كلنا بغض النظر كان مين معاه ومين مش عايز. الناس دي أول ما حسام جه خلاص كلنا في ظهر الراجل ده عشان يكسب. فأعتقد ما أعتقدش هيبقى فيه مشكلة يعني. مفاوضات حسام كانت متعبة؟ خالص. راجل جميل يعني. انت اللي بدأت. هو نفسه يمسك نادي الزمالك مثلا. وانا كان عندي احساس ان حسام الناس كانت بتطلع عليه الموضوع ان هو حماسي بس. وانا كنت قاعد اقول لا يا جماعه، الراجل ده اكيد بيدي كوره. الراجل ده وهو في المصري. فاكر التعاون ده؟ ما تجيب لنا بالصوت يا سعيد عشان اسمع صوت انا كمان ولا الحاجات اللي صيطنا فيها جامد ده كانت علقت مع الناس قوي لانه الحقيقه الحاجه الغريبه ان كابتن حسام قال لي دي صعبه جدا ان حد يجيبها بشماله. يعني انت عارف هيقول له حسام لو على خط الجون برضه بيبقى صعب، لازم يكون قال لي دي صعبه قوي، مش اي حد يجيبها بشماله يعني.
لكن هو انا يعني من الناس اللي صنعت من اسباب شهره حازم امام حسام ان هو بصراحه كنت بديله كوره يجيبها جول، فصيطني جامد طبعا يعني. بعد ما مشي كنت بدي الكوره ما بيجيبوش جوان، فكنا بنتشتت. طيب خلينا نرجع بقى، الناس تحب تعرف الحاجات دي يعني. ازاي دارت المفاوضات مع حسام؟ يعني مين اللي اقترح اسم حسام؟ انت اول واحد قلت اسمه؟ يعني بعض الناس عشان بس يعني لكن انا كلمت كابتن حسام في الامارات، كانوا في الامارات، وقلت له بص يا كابتن حسام احنا الكلام ده مش مرتبط بحاجه خالص ولا قرار مجلس اداره، ده انا بكلمك من نفسي. هل انت كذا كذا كذا؟ قال لي انا موافق على كل حاجه. قلت له طب بس ده الكلام ده ممكن ما يبقاش موجود، انا لسه هقعد مع الناس ونتكلم ونشوف اراء الدنيا. ده كان ماتش بعد الشرطه يعني، ما كنتش اتكلمت مع حد خالص، ولا حتى مع استاذ ممدوح ولا مع الناس كلها، انا بس كنت بشوف ان لو الدنيا مشيت ازاي، وقلت لهم ما ينفعش تعين واحد يجي يقول لك لا، فلازم تبقى عارف الدنيا. والكلام ده برضه حصل مع بعض المدربين الاخرين اللي كانوا كلهم كل احترام وتقدير. كابتن محمد حلمي هذا الرجل ان انا بقول يعني دايما بقول عليه راجل من احسن المدربين في مصر، وهيبقى من احسن المدربين، وانا اتعاملت معاه. مرحلته اكيد جايه، لكن هي مش وقت دلوقتي يعني. ده رايي كان ساعتها ان مش وقت كابتن محمد في الوقت ده، ان يعني ممكن يتحرق في الوقت ده، ان لو هو في ماتش الحرس واتغلبنا ممكن كان يتحرق جامد. الناس مش هتبقى متقبله قوي هزيمه ثانيه، لكن كانت تتقبل من حسام، لان الناس عايزه حسام نوعا ما شويه. الكابتن محمد هيجي بقوه، وانا عارف ان ده هيبقى من احسن مدربين في مصر ان شاء الله، فلا ليس تقليلا من كابتن محمد حلمي في اي شيء يعني. فبرضه بعض الناس كلمت محمد حلمي برضه عشان لو خدنا قرار يبقى الموضوع سهل يعني. بس حسام موافق. حسام موافق وجي مصر ثاني يوم على طول. ما اتكلمش معاك في شروط ماديه؟ لا خالص. هقول لك حاجه يا كابتن، احنا حاطين لحسام وانا عجبني قوي الموضوع ده. لسه كنت بتكلم معاه النهارده. في شرط جزائي لو احنا مشينا كابتن حسام في شهر. قال لي يا حازم انت فاكر انتوا لو مشتوني انا هاخد الشهر ده؟ فين كرامتي ان انتوا ماشيين واخد كمان منكم فلوس؟ عجبني قوي ان كونسبت ان هو يعني انا ماشي كمان اخد منكم فلوس يعني. يعني انت لو ماشي اكيد هتبقى ماشي عشان حاجه وحشه، نتائج بتاع. فقال لي فين كرامه الواحد اللي ياخد فلوس وهو ماشي دي يعني. فعجبني انه ما بشوفش الكونسبت ده كتير يعني. دايما الواحد لما بيمشي ياخد فلوس معاه وهو ماشي. بعض بيقول ان راتبه 60، والبعض بيقول راتبه 95، البعض بيقول لا ده هو في راتب من المجلس وراتب 60 من المجلس. وهل 60 من المجلس، هل في علاقه خاصه بينه وبين رئيس النادي؟ يسأل بقى رئيس النادي. يسأل رئيس النادي يعني، بخليكوا هو برضه تعلم. لا والله بس خلينا انت ايه يعني، هل انتوا كنتوا جايبين حسام يعني عشان نجوميته، عشان اسمه، عشان شهرته، ولا ايه سبب اختيار حسام؟ هقول لك حاجه. اولا اختيار كابتن حسام حسن كان قرار صعب شويه. مش مستساغ. ده اصعب قرار من يوم ما بدات. مش مستساغ في نادي الزمالك. اصعب قرار صح؟ اصعب قرار جوه نادي لكن مش بره النادي. يعني صعب جوه النادي طبعا، لكن كل الناس بره النادي مش كل. انا عملت استفتاء هنا خدت 98% يعني مش عايز اقول كل ما فيش حد بيبقى بيتفق عليه، لكن 90 او زي ما حضرتك قلت 98 في كل الاستفتاءات حسام حسن. لكن جوه النادي كان صعب شويه. الناس برضو بتحس انه جاي معانا. انا ضد هذا الكلام، ان انا شايف انه حسام ادى اكتر ما في ناس قعدت 40 سنه ومجرد انها قاعده في النادي لكن بلا انجازات يعني في ناس ما لعبتش، بس هي مجرد انها عاشت في النادي وبتشتغل في النادي، فبقت حاسه ان هي احق، مع ان هو كبطولات ما جابش حاجه يعني. لكن حسام جه قعد 4 سنين مشارك بقوه في كل البطولات اللي دخلناها وعمل انجازات كتيره، وكان بيحب نادي الزمالك حب كبير جدا جدا جدا، وبيلعب من قلبه فعلا. فده كان من اوائل الحاجات اللي انا حسيت ان حسام يجي بيها. تاني حاجه يا كابتن، دايما لما بيحصل اي خساره او فقدان نقط او حاجه في نادي الزمالك، الناس اللي بييجوا يقعدوا يتكلموا مع حضرتك او في البرامج يقول لك المجلس لازم يحس بالجمهور، الناس ده مش حاسه بحد، ده هم في برج عالي. طب ما ليه ما هنحسش بالجمهور المره دي؟ الجمهور هو اللي عايز حسام فعلا. ثالث حاجه حسام عنده طموح واللعيبه عايزاه. واحنا شايفين المرحله ال5 مباريات الجايين دول من ساعه ماتش الشرطه مش مرحله فنيات. انت مش تدي كوره في كل 3 ايام ماتش يعني. لو جبنا مورينيو مش هيلحق يدي كوره. انت عايز حد الناس تقف معاه وتسمع كلامه وتحبه لغايه ما الدنيا تمشي لغايه شهر 1 ويبتدي بقى فنيا. لكن وانا كان قررت نفسي ان الراجل ده عنده كمان فنيات هيعملها وهيبان فيها شغل. وانا شايف ان كابتن حسام في الماتشين 3 اللي عمل فيه تشكيل وفي منظر وفي جبهه يمين وجبهه شمال ومن النص وناس فائت. فدي حاجات عوامل كلها كانت تصب في خانه كابتن حسام حسن. بس هو كان صعب القرار شويه في ساعتها، وكنت بتهاجم والناس بتتهاجم، كلنا كمان استهاجمنا يعني. لكن دلوقتي كله والله ده قرار كويس.